اوعى تشيل الهم لوحدك، اوعى تشيل الهم لوحدك مهما كنت حاسس صعب، مهما كان وجعك، مهما كانت صدمتك، دخل ربنا معاك. مش لازم تدعي دعاء كبير، يعني مش لازم مثلا تقول تقعد تدعي بقى وتقرا قرآن. مش احيانا الواحد ممكن ما يقدرش يعمل كده، بس كلم ربنا. مهم اوي الحكاية دي برضو يعني نوع من انواع بيسموها مناجاة. يعني تكلم ربنا، قول له يا رب، حتى قول له يا رب، قول حتى احيانا ممكن تقول يا رب لكده، يعني مفيش مشكلة. انت برضو للأسف احنا لما بتحصل لنا اي حاجة وحشة مع الأسف بنحمل الموضوع ده ان دايما ربنا انت ادينا كل حاجة حلوة، ادينا كل حاجة احنا ما خدناش ليه. فلما بناخدش الحاجة الحلوة دي بنقعد نقول، يعني بنبقى عندنا حالة اللي هو انا ما خدتش من ربنا فهدعيه ازاي، او ربنا منع، استغفر الله العظيم يا رب عني الحاجة دي، فهدعيه ازاي وهو اللي مرضاش يديهالي، وهو انا ما خدتش الوظيفة اللي نفسي فيها، ما خدتش الانسان اللي نفسي فيه، ما خدتش يعني اي حاجة بحلم بيها ما خدتهاش، او الحياة اللي نفسي فيها. فازاي هدعي ربنا وهو اصلا ما ادانيش الحاجة دي؟ استغفر الله العظيم. فعشان كده بقول لازم ايا كان وجعك وألمك لازم تدعي ربنا، لازم تكلمه. احنا دايما يعني ما بنحطش في دماغنا قوي فكرة ان احنا السبب في الحكاية دي. يعني احنا ما بنشوفش قوي ان احنا يعني مثلا انا ما عملتش ده فعشان كده ده حصل، واحيانا ممكن تكون فعلا موضوع قدري تماما. يعني مثلا انا ما اشتغلتش، انا ما بذلتش مجهود، فالطبيعي الموضوع ما يجيليش. او مثلا فكرة احنا نراجع نفسنا، فكرة ان انا ممكن اكون اذيت حد فالموضوع ده بيترد لي. احنا دايما، وده بقى التقصير بتاع الاستغفار، اللي احنا بنستغفر من بره بس، لكن احنا من استغفارنا ما بيوديناش لسكة ان احنا مثلا نكون حاسين احنا غلطنا، او احنا بنقعد نراجع حساباتنا في اليوم، احنا عملنا كذا، اذينا كذا، وقفنا الست دي كتير المفروض ما كناش نوقفها لو احنا كنا موظفين. شوف بقى الذنوب عاملة ازاي، تجار احنا بنغش في تجارتنا، احنا عملنا كذا، احنا كسرنا بخاطر ده. الاستغفار ما بيوديناش لفكرة ان احنا نطور نفسنا، الاستغفار نوع من انواع التطوير. احنا دايما بنشوف نفسنا دماغنا بقى كده، فلما بنوصل للزعل بنحس ان احنا ما عملناش حاجة وحشة في حد، او احنا كويسين قوي. فبيحصل لنا كده ليه؟ واحيانا على فكرة فعلا في ناس بتبقى فعلا عندها الاستغفار كويس، او فكرة شعورها بنفسها لوامة حلوة شغالة كويس، ومع ذلك برضو بتحصل ما بيجيلهمش الحاجة اللي نفسهم فيها، او بيتصدموا او بيتعرضوا لخذلان كتير. دي حكمة ربنا، ممكن تبقى رحمة، نوع من انواع رحمة ربنا. انت ما تعرفش ربنا شايل لك ايه، انت اصلا ما تعرفش انت مين. برضو بكرر الحكاية دي كتير، انت ما تعرفش انت اصلا عايز ايه قوي. انت فاكر دلوقتي انت عايزه، ممكن يكون ده مش خير ليك دلوقتي. ربنا عارف انت مين. فايا كان الحكمة دي هتظهر بعد كده، هتعرف بعد كده الحكمة من الموضوع ده اللي انت اتمنعت عنه، او الصدمة اللي انت اتصدمتها. ايا كان خلي ربنا معاك، عشان انت مش هتعرف تتحمل الصدمة دي لوحدك. عرفت السبب ما عرفتش السبب مش هتعرف تتحملها لوحدك. قول يا رب، قول لو انت مش عارف حتى تدعي، مش قادر تدعي خلاص في الموضوع ده، قول يا رب ريحني. ربنا بجد هيديك قوة. وانا عارفة ان انت بتقول كده وانت زعلان، زعلان واستغفر الله العظيم، انا حتى مش عايز تدعي، اللي هو انت برضو جواك قوي يا رب ليه كده. واقول لك على حاجة، قول يا رب ليه كده. ربنا رحيم. يعني شوف انا بحاول برضو اواسيك، او يعني ايا كان اللي هقوله عمرها ما تبقى زي ما ربنا هيواسيك او هيطبطب عليك. انت هتقول ازاي عمل استغفر الله العظيم يا رب، ازاي يعني حصل لي كده وربنا هيطبطب عليا؟ لا، ربنا اسمه الرحمن الرحيم، وربنا هو الاعلم بيك. ربنا هو الاعلم بيك واعلم ايه اللي يناسبك وايه اللي انت محتاجه اكتر دلوقتي. هل محتاج الوظيفة دي اكتر حاجة؟ هل محتاج الشخصية اللي كنت معاها دي اكتر حاجة؟ ربنا عارف انت محتاج ايه دلوقتي. فانت مش هتعرف تشيل
ايا كان موقفك انت مش هتعرف تشيل الحمل ده لوحدك. للاسف ممكن الموضوع يروح معاك لسكة مش حلوة، تروح تكلم ناس مثلا مش عندهمش امانة على اسرارك، او تروح للسكة بتاعت، في ناس ممكن تروح لسكة المخدرات مثلا، او ممكن في الحالة اللي انت فيها دي تأذي حد ملوش ذنب عشان وجعك جامد. ف يعني تعمل حاجات كتير قوي عشان خاطر ما تبقاش في الحالة دي. فانت شارك ربنا في اللي انت فيه، كلمه، قول له كل حاجة، قول له كده ليه حصل، كده ليه، انا كان نفسي يا رب في كذا. اقعد اتكلم مع ربنا. مش هقولك تجيب سجادة الصلاة وتقعد بقى وتخلص ورد، او مثلا تروح تخلص قرآن، طبعا دي كلها حاجات جميلة، بس انا بحس ان الواحد لما يبقى في حالة مش حلوة قوي احيانا بيبقى صعب انه يعمل كده. هو احيانا برضو الكلام ما بيبقاش جاي على طول، فاحسن حاجة تقول يا رب، قول اللي انت عايزه بس كلمه. انت مش هتعرف تشيلها لوحدك، مش هتعرف تشيل همك لوحدك. وربنا اسمه الرحمن الرحيم، افتكر كده. ربنا على فكرة يعني ربنا أرحم علينا من أمهاتنا كتير، مهما كانت حنيتهم ومهما كانوا أكتر حد حنين في الدنيا، ربنا أحن علينا من أمهاتنا. ف كلمه، كلمه وانت نفسك في ايده وقلبك في ايده، حالتك المزاجية برضو في ايده، بس يعني افتح ايدك بس ان انت تاخد، ان انت تطلع من الحالة دي. او حتى لو عايز تعيش فيها شوية برضو كمل، يعني عيش بس ما تأذيش نفسك ولا تأذي حد. عشان كده بقولك لازم ربنا يكون معاك. ربنا يخفف عنك عن كل الناس ربنا يخفف عننا، نبقى ناس جميلة وكويسة. ليه معجزات بجد في موضوع انك تشرك ربنا. انت مش متخيل ايه اللي ممكن يحصل. يعني مهما كانت الحالة سيئة بجد ربنا حتى لو ما حصلش الحاجة اللي انت عايزها مش بيسيبك برضه، انت بتحس بيه. وبرضه افتكر حاجة حلوة قوي حقيقة، يعني ربنا اسمه رب، بيربي عباده، والله بيربي عباده. يعني انا مش عارفة ليه بنستكتر ان ربنا يربينا يا جماعة. يعني افترض مثلا ده تخليص ذنوب، فايه يعني ما يبقى تخليص ذنوب، ما تتربى. ما انت بتعمل كده، اولا حلو ان انت تخلص ذنوبك في الدنيا، ده مبدئيا. ثانيا دي حاجة حلوة قوي في فكرة ان انت بعد كده تتطور. انا عارفة ان الكلام ده مش هيعجب حد، بس صدقني من يعني ليه بنستكتر ربنا يربينا، او هنسميها سيدي عقاب، عقاب ماشي، ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ انت مش ولله المثل الاعلى، مش ابوك بيعاقبك؟ هو مش بيعاقبك ليه؟ مش عشان تبقى كويس، مش عشان تراجع في نفسك. احيانا في ناس على فكرة ممكن توجع بنات او تضايقها وتظلمها، وبعد كده لما بتعدي سنين وبعد كده بيمر بنفس الموقف او هو اولا بينسى هو عمل ايه، بس ده بيبقى ممكن يكون وجع حد تاني. عشان كده بقولك راجع نفسك. فده يربيك انك ما تظلمش حد تاني، ده يربيك انك ما تظلمش حد تاني. ولو انت فعلا شخص مراجع نفسك تمام، وما اظنش ان ده حقيقة، ناس نادر جدا لما حد بيراجع نفسه او بيلوم نفسه، بس لو فرضت انك كده ربنا بيربيك، يا بختك. ربنا شايفك وبيربيك، بيعلمك الادب، او ربنا شايل لك حاجة احسن، او ربنا عايز يقولك يعني ممكن تكون الرسالة اللي في الفيديو، انت فتحت الفيديو ده رسالة، اقول يا رب، او خليك معايا، ركز معايا. انت ممكن يكون وجعك ده محتاج بعد كده تتعلم ان انت تكون مع ربنا مثلا. مش شرط على فكرة، انا مش قصدي مع ربنا يعني خلاص، يعني طبعا والتدين حلو، بس انا بتكلم على فكرة حتى لو انت ما بتصليش كتير، يعني مش اللي هو مثلا بتصلي بقى سنن وبتقرا قرآن والحاجات التدين المظاهر التدين دي، وده حاجة حلوة، بس الاصل في الموضوع انك تبقى مع ربنا اصلا. ايا كانت ذنوبك، ايا كانت انت بتصلي وما بتصليش، خليك مع ربنا، ان ربنا في حتة فينا من جوه، انت مش هتقدر تبعد عنه اصلا. يعني انت ما عندكش اختيار انت تبعد عنه، ان هو فينا كلنا نفخة من روح الرحمن. يعني هتبعد عنه هتروح فين؟ هتاخد موقف من خالق الكون، هتروح فين؟ تروح فين وانت نفسك نفسها هي حتة منه، نافخ فينا يعني من روحه.
فخليك معاه، متروحش بعيد، ولو عايز تروح بعيد جرب شوف لما هتعمل كده اللي هيحصل. بس ايا كان وجعك وانت جنب ربنا غير لما تبقى موضوع بعيد. مش بوعدك ان كل حاجة هتبقى احسن حاجة، وهو مش شرط هتعرف الحكمة من اللي حصل معاك ده، ومش شرط على فكرة بكلمك بصراحة بعد كده الدنيا هتمشي معاك مظبوط، ان شاء الله يحصل كده. بس فكرة اصلا ان كل حاجة مهما كانت المشاكل اللي في حياتك وتروح تكلم ربنا، حتى لو هتقول له يا رب ليه كده، ده بجد انت بتسند على، يعني بتسند على حاجة كبيرة قوي. حتى لو استغفر الله العظيم بتعاتب بتقول له يا رب ليه كده، طب انا عملت كذا، طب ليه؟ ايا كان ربنا رحمن رحيم، هيتقبل منك كل حاجة. هو ارحم، يعني الناس هتقولك انت ازاي تقول ربنا كده، بس ربنا عادي لو انت قلت له كده. شوف رحمته عامله ازاي، مش هيحاسبك على حزنك ده، مش هيحاسبك على ثورة غضبك دي غير الناس. ربنا يخفف عليك، تبقى كويس.